السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد في عمر الفراغ بتاعتنا. طبعا انا جايبة حاجات اللي هي الخضار دي يا جماعة. اي نوع خضار عندك موجود حواليكي ممكن تشتريه. لو انت ما عندكيش زينا كده اراضي والحاجات من دي، ممكن تشتري مربى خاص اللي هو يعني اخر حاجة مع الراجل كده بيبيعها بحاجات بسيطة وكده. اشتروا مربى خاص وقطعها لهم. اشتري لهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قولوا معايا كرات. الحاجات دي كلها يا جماعه بتحمل بيض. الخضار ده الدكتور البيطري يعني قال لي متوقفيش اي نوع خضار من عند الطيور بتاعتك، لان ده اللي بيحفزهم على البيض. وانا ما بلاقيهم قطعوا معايا بيض، فببتدي اجيب اي خضار عندي، كرات، خس، قطع لهم بصل اخضر. الحاجات اللي موجوده دي كلها لو برسيم كمان يبقى جميل خالص، وتبتدي تحفزيهم للاكل. وبالنسبه للعلف، العلفه بتاعتهم يعني عموما نحط لهم دشيش على عيش على علف. العلف اللي هي العليقه اللي هي اكبر حاجه في الاحجام. يا سلام كده لو انت بتربي ارانب وجبت لهم كبشه واحده كده من علف الارانب وحطيته لهم على الخلطه دي كلها، طبعا مع اكل البيت اللي بيبقى موجود عندك، هخليهم يحفزهم للبيض وهيبقوا مية مية، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده اهو، علشان خاطر الشتاء مخلي الحاجه كلها مريحه والبيض بيخف خالص. فانت بقى تبتدي تحفزوهم كده للبيض، تبتدي تجيبوا لهم اي علف عندك، اي خضار قصدي عندك. بس يا جماعه مهم جدا الشبابيك انا بفتحها بالنهار وبقفلها اخر اليوم. بالنسبه فاضل عندي بطتين من البط اللي انا كنت شارياه الكبير ده، كنت شارياه كده يعني لو عاوز تذبحي منه تذبحي منه على طول، بس انا خليته اسمنه. اللي بتوصل عندي 2 وشويه بذبحها. يعني في ناس كتير بتقولك انا بخلي البط 4 كيلو 6 كيلو الكلام ده كله. انا ما عنديش المكان اللي انا يساعلي، هم عاوزين بقى سطوح وشمس، وانا السطوح عندي مش هينفع ان انا اطلعهم وارجع انزلهم هنا، هيبقى صعب عليا ان انا اجيبهم من المشوار ده كله. فبعمل فبجيبهم عندي من عمر 900 جرام لحد ما يبقوا عندي 2 كيلو ونص، 2 كيلو بذبح. الفرخة بتبقى كويسة بالنسبة لان احنا اسرة صغيرة مش اسرة كبيرة. البطاية قصدي بتبقى كويسة علينا، ما هيش وحشة، حجمها حلو. يعني لما تأكلي عيالك برضو كذا مرة في الاسبوع، مش احسن ما توكليهم مرة واحدة؟ يعني مثلا تذبحي بط 4 كيلو ل6 كيلو مرة في الاسبوع، لا اكلهم كتير يا ستي، كل شوية اكلهم اللي انت عاوزة تاكلوا لهم، بس ما تربيش الحاجة. يعني الديوك دي عندي لو انا بربي ديوك صافي ممكن اجيبها لهم. يعني لو اديك كيلو يبقى حلو جدا، الديوك البلدي بالذات، واصغر من كده كمان، وبتبقى طعمه جميل. يعني ممكن يبقى عندي 5 6 ديوك اذبحهم، اعمل لهم كل يوم واحد، كل يوم اعمل لهم واحد ولا حاجه، بتبقى جميله جدا. ولو الفراخ بلدي زي دي كده وانا مستعجله مش عاوزاها بيض، باخدها احشيها في رز بتبقى تحفه. فالتربيه الحاجه مش بوزنها الكبير، في ناس بتحب الوزن الكبير، انا مش هربي الحاجه لرمضان ولا حاجه. لو عاوزه حاجه رمضان ممكن اكبرها شويه عشان تسند معاكي في الاكل، لكن انا بحب الاحجام اللي هي متوسطه في الحاجات دي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.